خد بالك من ايه يا اخويا؟ من حاجات كتير بتبان انها لمصلحتك، انما هي في الحقيقة ليها اغراض سلبية. خد بالك. اهلا، شرفتنا يا استاذ حمادة. والله انا بقالي اسبوعين عايز ازوركم. شفت المحروس شادي ابنكم وهو ناشر صور له ولاصحابه في البحر على الفيسبوك، قلت لازم ازوركم. واخباركم ايه؟ ها قول لي اخباركم ايه؟ هو لقى شغل وبيشتغل ايه؟ ها بيشتغل ايه؟ وبيعمل ايه؟ وانت يا علاء مرتبك زاد وبقى كام؟ ها بقى قول لي بقى كام؟ ها وانت يا ام شادي ما فيش حد بيسأل كده عليكي وبيزورك، وفي حد بيساعدك في شغل البيت والحاجات اللي بتعمليها في البيت، ولا معقول تكوني بتعمليها لوحدك كلها؟ تتعبي يا غالية، تتعبي قوي. احكولي فضفضوا كده. فضفضوا واحكولي. لحظة واحدة، تعالى يا منال، عايزك في كلمتين. بقولك ايه، حمادة ده حشري وبيتدخل في اللي ملوش فيه، وامثال هؤلاء بيخربوا على الناس حياتهم وبيوتهم ويفسدوها. ما انا عارفة، بس نعمل ايه عشان ما يدخلش في اللي ملوش فيه تاني؟ احنا ما ندلوش وش ونعرفه بالادب كده ان احنا مش طايقينه عشان ما يتدخلش في اللي ملوش فيه تاني. معلش، اصل حضرتك جيت من غير ميعاد، واحنا كنا مرتبطين بحاجات بنعملها، فلو تسمح ابقى قول لنا قبل الزيارة ونقول لك فاضيين ولا لا. عندك حق يا اخويا، خد بالك.